يلا عايز بيت في الجنة، عايز قصر في الجنة، كل يوم بفضل الله. وهقول لك كمان الجنينة بتاعت القصر تعملها ازاي. أقول لك حديث عظيم جدا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيدي وتجراسي، أنا زعيم يعني ضامن بيت في ربض الجنة. كأنك يعني عايز تغير جو في الجنة، فيبقى عندك قصر ربض الجنة، يعني أسفل الجنة، في أسفل الجنة. لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء يعني الجدال. لقيت حد بيجادلك وانت عمال تقول له الأدلة وهو متمسك جدا برأيه ومش عايز يسمع للحق، يبقى الموضوع وصل إلى الجدال وكده هنزعل من بعض. تعمل إيه؟ اسكت، حتى ولو كان معاك الحق. انت معاك الحق وهو مش عايز يعترف بده، اسكت. أول ما سكت سيدنا النبي ضمن لك وحيز لك عقد بقصر في الجنة. ادي اول قصر. قصر فين؟ في اسفل الجنة. طب يلا بينا، انا نفسي في قصر في وسط الجنة. تخيل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وزعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ما تكذبش أبدا تحت أي ظرف، تحت أي مسمى، تحت أي شيء. الصدق الحقيقي أن تصدق في موطن لا ينجيك فيه إلا الكذب، هو ده الصدق. ما تكذبش أبدا. لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى لو بنهرج ما نكذبش، حتى لو بنقول نكتة ما نكذبش. انتبه كويس، حتى لو بنقول نكتة ما نكذبش. ما ينفعش تكذب تحت أي ظرف. فاللي هيترك الكذب وحتى ولو كان بالتهريج، حتى ولو كان مازح، سيدنا النبي حيز له قصر في وسط الجنة. طيب عايزين بقى قصر في أعلى الجنة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وزعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. اللي عنده أخلاق طيبة سيدنا النبي بيحيز له قصر في أعلى الجنة. وحسن الخلق إيه هو؟ شيء هين وجه طلق لسان لين. نقولها تاني: حسن الخلق شيء هين وجه طلق لسان لين. وشك مفروض في وش الناس، ابتسم في وش الناس، بلاش التكشيرة، بلاش النكد، بلاش البوز، والكلمة الحلوة. اتكلم الكلمة الحلوة مع الناس. خلاص قصر في الجنة. طب القصور دي عايز اعمل لها جنينة، اعمل بقى زرع كده وجناين ونخل مثمر واشجار مثمرة بالذكر والتسبيح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة كتب الله له 1000 حسنة ومحى الله عنه 1000 خطيئة وزرع الله له وغرس الله له 100 نخلة في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة وأن يجعلنا من سكان القصور في الجنة وأن يجعلنا رفقاء سيدنا النبي في الجنة. اللهم آمين. شكرا جزيلا.